السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت عن تصور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي شويه بقى معجنات كده، ساعات بنبقى محتارين في الفطار وفي العشاء، عايزين نخرج عن التقليدي، داخلين على اجازات، كل الحاجات دي كلها كده، فبنبقى عايزين افكار جديده، شويه فطاير، مش عايزين غير شويه دقيق من اللي موجودين في البيت ومعلقتين زيت من اللي موجودين في البيت، مش اكتر من كده. بسم الله ونبتدي المقادير. اول حاجه هنجيب كوبايه من الميه الدافيه، وهنحط عليها نص كوبايه من الدقيق، وهنحط عليها معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من السكر، ونقلبهم مع بعض ونسيبهم يخمروا في مكان كده شويه حوالي 10 دقايق. اولا عشان نتاكد ان الخميره بتاعتنا ان هي شغاله تمام وبتخمر، ثانيا بتدي للعجينه قوام وطعم يا نهار ابيض على الجمال. بعد ما اتاكدنا خلاص ان الخميره بتاعتنا تمام، نيجي بقى للمكونات الجافه بتاعتنا. المكونات الجافه دي عباره عن ايه بقى؟ النص كيلو دقيق عباره عن 3 كوبايات ونص ومعلقه صغيره، وانا كنت حاطه نص كوبايه في الخميره، فانا هنا حطيت 3 كوبايات ومعلقه كبيره ونخلتهم، دي متعدد الاستخدامات او خاص بالمخبوزات. بعد كده هنحط عليها على ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنحط كمان عليهم نص معلقه صغيره من الملح، ربع من كوبايه من السكر، وهنحط على الخليط السائل ده بقى 3 معالق كبار من الزيت ومعلقه كبيره من الخل. نعجنهم مع بعض لمده 10 دقايق كويس جدا، ويبقى هو ده قوامها طريه جدا لكن ما بتلزقش. احنا مش عايزينها عجينه قاسيه، لا بصوا انا ماسكاها حتى بكف واحد، شايفين الجمال؟ هشه جدا وطريه. هنسيبها بقى تخمر في مكان، لو في الصيف من نص ساعه لساعه الا ربع، لو في الشتاء معاكم من ساعه لساعه وربع. ده شكلها بعد ما خمرت. هنروح مخرجين منها الهواء، وبعد كده هنبتدي نشتغل بيها. هنقسمهم على 10 كور. 10 كور لو احنا عندنا ميزان فهيبقى كل واحدة تقريبا 75 جرام، او 10 كور كده بالنظر تكون قد بعضه كله. هنسيبهم يستريحوا حوالي 5 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق. نرش من تحت دقيق كويس، ونحط فوق الوش دقيق كمان، ونغطيهم ونسيبهم في يستريحوا. هنجيب بقى اول كرة استريحت معانا، هنبططها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وهنبتدي نفردها كده زي كأننا بنعمل بقسماط او باتون ساليه. اقعدوا بقى افردوا كده، كله يبقى مقاس واحد، وخلي بالكم لا عايزينها رفيعه قوي ولا عايزينها تخينه قوي. بصوا حجمها بقى عامل ازاي بعد ما اترفعت اهو، هو ده اللي انا عايزاه. بعد كده هنجمعهم زي قد بعض ونخليهم يتقابلوا، يعني عشان يبقوا المقاس مظبوط اهو. بصوا الطرفين قد بعض اهو. هبتدي بقى احط واحده على واحده اهو، اللي هو كاني بضفرها، بس بضفرها على خفيف اهو. وبعد ما هخلص التضفيره بتاعتها كده اهو، اروح قلباها عاملاها دوريه، وحاطه واحده من تحت وواحده من فوق، مخليهم يتقابلوا مع بعض كويس عشان ما يفكوش، واضغط عليها كويس وابتدي اشوف هعمل فيها ايه. هنجيب الخليط بتاعنا عباره عن معلقه كبيره من السكر وربع كوبايه من الميه، هندوبها فيها، وده سمسم متحمص جايبينه من عند العطار سايب عادي خالص، دول حوالي ب5 جنيه يعني، وكفوا معايا وبقى منهم كتير. هننزل العجينه بتاعتنا في الميه، وعندكم حاجه من الاتنين، يا تعملوا العجينه وش وظهر بالسمسم، يا تعملوا وش بس. انا عن نفسي عملت وش بس اهو. صينيه مدهونه زيت خفيف جدا، دهنه خفيفه جدا، وابتدي اعمل ما بينهم حوالي مسافات كده اهو بتاع 3 صوابع مثلا، علشان لسه هتخمر تاني ولسه هتنفش في الفرن. خلصتهم خلاص اهم، وحطيتهم في صينيتين. هبتدي اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 200-220. لو الفرن بتاعنا شغال فوق وتحت هنشغله، لو شغال بس تحت نشغل من تحت، وبعد كده نطفي ونبقى نشغل الشواية تاخد لون خفيف لو لسه ما خدتش اللون بتاعها. على ما الفرن يسخن هكون سبت دول يستريحوا او يخمروا كمان. انا الفرن بتاعي بصراحه بياخد يعني حوالي من تلت ساعه لنص ساعه عشان يسخن كويس، فانتوا معاكم من ربع ساعه لحد نص ساعه. اول ما هتخرج من الفرن، دي عاده انا بعملها دايما في كل المخبوزات، بظهر ايدي اروح حاطه شويه ميه كده. ودي عندي بطانيه كده، هو كانت جايه لابني بس ما استخدمتهاش خالص، خليتها للمعجنات لانها بتنفع قوي، تقيله تنفعني صيف او شتاء. واغطيها واسيبها تستريح كده 5 دقايق بس، بتديني طراوه حلوه قوي حتى لو العجينه خارجه طريه. طبعا انا بحاول هنا اوريها لكم بس هي سخنه حقيقي، لسه خارجه من الفرن ومتغطيه يا دوبك 5 دقايق كده. وطبعا الاجواء دلوقتي حاليا يعني الصبح بتبقى حر شويه. ف بصوا شكلها من جوه عامل ازاي، والطعم رهيب. تخيلوا لا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه خالص ولا لبن. شايفين؟ صينيه بقى فطار او عشاء كده محترمه. مربى انا
كنت عاملاها في البيت أساسا يعني، أو احنا عادي ممكن نشتريها، والجبنة والزيتون، وبالهنا والشفا. أشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.